السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين المشتركين الأعزاء. سنتعرف نحن وإياكم في هذا الفيديو على بعض التسريبات والتوقعات للحلقة الخامسة من مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي. أيضا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أيضا اترك لنا تعليقك لانطباعك لحلقات مسلسل دروب المرجلة والتي أثارت المزيد من الإثارة والتشويق. بداية وقبل أن ندخل ببعض التسريبات للملخص للحلقة الخامسة، سنتعرف نحن وإياكم على ملخص كامل للحلقة الرابعة. شاهدنا شاهين ورشة بعد هروب فزاع في المستشفى كيف قاموا بالقبض عليه والإبلاغ عنه للضابط، لكن عمل خطة جديدة الضابط زاهر عندما ذهب إلى الشيخ رشاش. قاموا بعمل خطة جديدة وهي تهريب فزاع بطريقة جديدة. تم تهريبه بعد أن لحقهم الضابط المستلم، لكن بعد أن أبلغ العمليات قام زاهر بعمل خطة جديدة وتم تهريب فزاع من السجن وأخذه إلى عند الشيخ رشاش. هذا ما جرى وأغلب نقاط هذه الحلقة الرابعة. أما بالنسبة لتسريبات وتوقعات للحلقة الخامسة فستكون درامية كبيرة. كما شاهدنا فزاع يتوعد شاهين ورشة بالقضاء عليهم وهم لا زالوا في المدينة، إذن ستكون هناك خطة، وقد تكون الخطة من قبل فزاع لأخو أم جراح ويستعمل الحشيش، وقد يتم استخدامه من أجل الدخول إلى رشة وأيضا شاهين. إذن سيحاول كما قلنا فزاع الانتقام من رشة وشاهين في الحلقة المقبلة. انتظرونا بملخصات وتسريبات جديدة للحلقات القادمة من مسلسلات رمضان اليمنية. لا تنسونا من الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وعلى أن نلتقي بفيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.